انا صوتي كويس خالص. رقي قلب، رقي قلبه ومال ايه. أهلا بيك. يا ترى كم مرة كنت بتتفرج على فيلم قديم وافتكرت الشخصيات اللي كانت بتظهر في الخلفية بتضحك وتغني ومجرد ظهورها بيضفي سحر خاص على المشهد؟ كم مرة سألت وقلت مين الناس دي؟ هم ممكن ما أخدوش البطولة ولا حتى دور كبير، لكن برغم كده سابوا أثر في قلوبنا. دول اللي بنسميهم النجوم المنسيين، اللي بجد ليهم مكانة في ذكرياتنا مهما مر الزمن. النهاردة هكلمكم عن صفا الجميل، وهو فعلا جميل، الكومبارس اللي قدر بحضوره المميز يبقى جزء لا يتجزأ من أجمل أفلام الزمن الجميل. مين الشخص ده اللي بملامحه الطفولية ساب أثر في قلوب الناس رغم إنه مش بطل الفيلم؟ بس مش هيروح عن بالك حتى لو ظهر ثواني. محمد عبد الوهاب كان بيستلهم الأغاني منه، هو تميمة الحظ لكل الفنانين اللي اشتغل معاهم. طب انت عارف إن هو كان قريب جدا من ليلى مراد وكان بيحبها، بس حبه الحقيقي كان لأسمهان. صفا الجميل حياته مليانة حكايات وأسرار، وإحنا النهاردة هنحكي اللي ممكن يتقال لأول مرة عن صفا الجميل. لو أول مرة تشوفنا وعايز تعرف أكتر عن حكايات النجوم المنسيين وتعيش سحر الزمن الجميل، ما تنساش تشترك في القناة وتفعل الجرس علشان يوصلك كل جديد. ويلا نكمل الفيديو سوا ونعرف مين هو صفا الجميل. الفنان رشدي أباظة كان ليه جملة عظيمة جدا عن الفنانين دول. قال إيه بقى؟ هما طبق السلطة الشهي على مائدة الفن، وكتير مننا ما يعرفش أسمائهم الحقيقية وقصص حياتهم وإزاي دخلوا عالم الفن، وحقهم علينا إننا نعرف أسمائهم زي ما إحنا حافظين شكلهم. في حي بسيط من أحياء القاهرة القديمة يوم 7 فبراير 1907 اتولد صفا الدين محمد، وده كان الاسم الحقيقي لصفا الجميل أو صفصف. من صغره كان شكله مختلف شوية عن باقي الأطفال، ملامحه بريئة ودايما بيضحك. احنا يمكن ما شفناش الملايكة، بس ممكن نتخيلهم في صفا الجميل. صفا كان بيحب الشعر وبيقعد يكتب كتير، وكان طفل ذكي جدا، بس جاله مرض وده اللي عمل له مشكلة في النطق وخلى باقي الأطفال يبعدوا عنه وما يرضوش حتى يلعبوا معاه. بس صفا كان برضه دايما بيضحك وراضي ومبسوط. ولما كبر شوية حس إنه هو لازم يدور على شغل علشان يساعد أهله، واشتغل صفا عامل نظافة في استوديو مصر. كل يوم كان بيروح شغله وهو مبسوط، رغم إنه كان مجرد عامل نظافة بسيط، بس كان بيحس إنه جزء من العالم ده، عالم الفن اللي بيحبه. كان بيتفرج على الممثلين وهم بيصوروا ويقعد يتخيل نفسه واقف قدام الكاميرا، ولما يفوق يقول مستحيل أقف هنا. في يوم شاف المخرج الكبير محمد كريم وشاف في صفا حاجة مختلفة، حاجة بريئة وطبيعية، حاجة بتمثل البساطة اللي كان بيدور عليها. وساعتها كان المخرج محمد كريم بيحضر لفيلم دموع الحب بطولة الموسيقار محمد عبد الوهاب. محمد عبد الوهاب أول لما شاف صفا الجميل دخل قلبه على طول وحبه، وحس إنه لقى كنز وخده معاه في الفيلم. وفعلا صفا كان هو تميمة النجاح والحظ لمحمد عبد الوهاب، وده كان أول ظهور لصفا الجميل على الشاشة، وكانت دي البداية لواحد من أكتر الكومبارسات اللي حبهم الجمهور. في الفترة دي كان نجيب الريحاني هو الكوميديان الأول في مصر، وكان دايما بيحب يدور على الوجوه الجديدة اللي تشتغل معاه. وطبعا الريحاني أول لما شاف صفا قال ده لازم يبقى معايا، وخده معاه في فيلم سلامة في خير سنة 1937. اتقال عن محمد عبد الوهاب انه كان في مرة بيسجل اغنية وكل شوية بيغلط ويرجع يسجلها تاني، وعادها اكتر من مرة، وكل مرة بيحس ان هو مش راضي عن اي تسجيل من اللي سجله. ساعتها قال لهم هاتولي صفا، انا عايز اشوفه. وفعلا صفا راح له الاستوديو، واول لما شافه حس ان هو بقى كويس واتبسط وسجل الاغنية على طول. عبد الوهاب كان بيحب وجود صفا في الكواليس، كان بيقول دايما ان صفا بينشر البهجة في المكان، وانه بيحب يشتغل معاه علشان وجوده بيريح الناس. العلاقة بين عبد الوهاب وصفا كانت علاقة جميلة مبنية على الاحترام والتقدير. صفا ما كانش معاق ذهنيا زي ما كل الناس فاكرة، بالعكس هو كان مثقف جدا وذكي جدا. في مرة صحفي سأله عن ملامحه وإنه مش وسيم يعني وكده، سؤال هيضايق طبعا أي حد، بس رد صفا كان ذكي جدا. قال له إيه بقى؟
أنا مبسوط كده، مش يمكن يعملوا مسابقة عن أوحش رجل في العالم وربنا يكرمني وأكسبها؟ الرد ده استحالة يخرج من شخص عادي، لأ، ده شخص عنده سرعة بديهة مش طبيعية. صفا الجميل كان تميمة الحظ لكل الفنانين اللي اشتغل معاهم، وده على الرغم انه كان بيظهر في مشاهد صغيرة وساعات ما بيتكلمش اصلا في المشاهد دي. ليلى مراد كانت من اكتر الناس اللي قربوا من صفا الجميل، كانت بتعتبر صفا زي اخوها الصغير، وكانت دايما بتحب وجوده معاها في المشاهد اللي بيشاركوا فيها مع بعض. وظهر معاها في فيلم غزل البنات اللي كان بيجمع بين نجيب الريحاني وليلى مراد. ظهر صفا الجميل في مشهد من المشاهد اللي فضلت في ذاكرة الجمهور، كان بيقف جنب ليلى مراد وبيحاول يغني بطريقته الطفولية وهو بيبص لها. ليلى كانت بتعتبر صفا مصدر للبهجة. صفا الجميل كان مغرم ومتيم جدا بليلى مراد، هو كمان كان فاكر ان هي بتحبه، وده لان ليلى مراد كانت بتحب وجوده وتحب تتكلم معاه وتحكي له عن طموحاتها وتخليه يحكي لها هو نفسه في ايه وعايز يعمل ايه، وكانت دايما تخرج معاه ويتمشوا حوالين الاستوديو. كل ده طبعا اشعل لهيب الحب في قلب صفا. كتير كان بيحاول ان هو يصارحها بحبه ويطلب منها الجواز، بس كان دايما بيرجع في كلامه، كان بيحس انها مش هترضى بيه. بس الحب الحقيقي بقى في حياة صفا كان للمطربة السورية أسمهان، اللي موتها المفاجئ سنة 1944 كسر قلبه. صفا كان فاكر ان أسمهان بتحبه زي ما هو بيحبها، وده لان أسمهان كانت دايما بتحب تقعد جنبه في الاستوديو طول ما هي موجودة، ولما كانت بتسافر خارج القاهرة كانت حريصة انها تفضل على تواصل معاه عن طريق الجوابات. صفا الجميل رصيده في السينما 27 فيلم، ما نقدرش ننسى ظهوره في فيلم دهب في دور حرنكش ابن الفنانة زينات صدقي، أو دوره وسط الطلاب اللي كان بيدربهم الفنان شرفنطح على غناء نشيد الترحيب بالفنان نجيب الريحاني في فيلم سلامة في خير. وده كان أحلى مقطع نشاز ممكن تسمعه في حياتك وكل مرة هتفضل تضحك عليه. مين يقدر ينسى الولد اللي حط النشادر في عين فاتن حمامة في فيلم اليتيمتين وعماها؟ شرف البنت زي عود الكبريت، الجملة دي أول لما تسمعها هيجي في بالك على طول عميد المسرح العربي الفنان يوسف وهبي. طب انت عارف بقى ان أول واحد قال الجملة دي كان صفا الجميل؟ وبالمناسبة هو ارتجلها في دور نوفل ابن المعلم سماح القهوجي عبد الفتاح الأسري، وده كان في فيلم شباك حبيبي سنة 1951. وبالمناسبة ده أشهر وأطول أدواره على الشاشة. الفيلم ده كان من بطولة عبد العزيز محمود ونور الهدى وأنور وجدي. يوسف وهبي بقى عجبته الجملة وقرر انه يقولها، وبقت واحدة من اشهر الجمل في تاريخ السينما. وش صفا زي ما قلنا كان تميمة حظ لأي حد بيشتغل معاه، لدرجة ان كتير من المنتجين كانوا بيتهافتوا عليه، وده طبعا تفاؤلا واستبشارا، وده بعد ما زع صيته في الوسط الفني كتميمة حظ تجلب الخير والرزق لأي عمل بيشارك فيه حتى ولو في مشهد واحد. ولأن صفا ما كانش وسيم، فضل دايما في القالب الكوميدي الساخر الأقرب إلى السذاجة والبلاهة، وده باعتبار ان اي حد يشوفه بيضحك عليه على طول. صفا الجميل عاش حياة بسيطة هادئة نعم خلالها بقدر من الشهرة وكثير من الحب والتأييد، واتسمت طبيعته السمحة بالرضا والقناعة، وظل وفيا لأصحابه ومعارفه وزملائه إلى أن وافته المنية في سن صغير سنة 1966، فأسدل الستار على سيرته الذاتية فلم يعرف الكثيرون عنها شيئا يذكر، اللهم إلا ملامح أدواره المرسومة على الشاشة الناطقة بالفرح والبراءة والحزن. يا ترى إيه رأيكم في حكاية صفا الجميل، الكومبارس اللي كان جميل بجد، مش بس في شكله لكن في روحه وطيبته؟ ولو انت كمان فاكر مشهد أو دور أو إفيه للفنان صفا الجميل شاركنا بيه في التعليقات، واكتب لنا كمان عن نجوم منسيين تحب ان احنا نتكلم عنهم. وبكده نكون وصلنا لنهاية الفيديو، لكن المتعة ما انتهتش هنا، عندنا فيديوهات تانية لنجوم عاشوا في الظل وآن الأوان نعرف حكاياتهم. وما تنساش تشترك في القناة وتفعل علامة الجرس علشان يوصلك كل جديد، وتكون دايما جوه الحكاية. سلام.